بتحبيها وعايزة تخزنيها، بس ريحتها نفاذة ولو قعدت فترة طويلة لونها بيغير. غير كده وكده عصير المحلات اللي كلنا بنشربه وبنستغرب هم عاملينه ازاي. كل ده هتشوفوه معايا في فيديو النهاردة. تابعوا معايا الفيديو للآخر. كل اللي بطلبه منكم دعوة حلوة من قلبكم ولكم بالمثل، ونبدأ مع بعض ونقول بسم الله. رحت واشتريت 3 كيلو من الجوافة. دي اول حاجة صح لازم تعمليها، هو اختيار الجوافية شكلها عامل ازاي. اوعي تجيبي المدببة دي، احنا عايزينها صغيرة ومكورة كده في بعضها، هي دي اللي هتلاقيها طعمها حلو ومسكرة علشان تديكي طعم حلو في العصير. وغير كده وكده تقعد معاكي فترة طويلة وما يبقاش طعمها يغير. بعد كده ببتدي ان انا انضفها اشيل منها كل حاجة وحشة، مثلا شوائب فيها، حاجة كده لونها مش عاجبك فيها تشيليها، وتروحي مقطعاها 4 زي ما انا بعمل. اوعي تشيلي القلب اللي جواها ولا البذور ولا اي حاجة من الحاجات دي خالص، خليها كده زي ما هي ببركتها. بعد ما بتخلصي الكمية كلها، وطبعا هنا عملت 3 كيلو، انت هنا ممكن تعملي اي كمية انت عايزاها، بس المقدار اللي هنعمله النهاردة ده على 3 كيلو بس. بضيف عليهم كوباية الا ربع من السكر، وابتدي ان انا اقلب السكر مع الجوافة لحد لما كل المكونات دي تمتزج مع بعض. يعني انا عايزة هنا السكر يدخل جوه الجوافة، واروح اخده كده كميه كويسه منها، وهقول لكم ليه دلوقتي. في الوقت دوت طبعا علشان الجوافه بتاعتك تطلع لونها ابيض زي القشطه لمده لا تقل عن سنه في الفريزر، بتجيبي معلقه الشاي الصغيره وطرف المعلقه ملح ليمون، طرف المعلقه بس، اوعي تكتري عن كده، وتضيفي ملح الليمون وتفضلي تقلبي لحد لما ملح الليمون يمتزج مع الجوافيه. ممكن اضيف ليمونه، هو ممكن تضيفي ليمونه، بس ملح الليمون هو تأثيره اعلى بكتير، وغير كده وكده هيخلي الجوافه بيضه زي القشطه. طب ايه اللي ما يخليش الجوافه تطلع ريحه معانا ويبقى ريحتها نفاذه قوي؟ تفتحوا التلاجة او الفريزر تحسوا ان انتوا مخزنين 100 كيلو جوافه. اكياس حفظ الطعام يا جماعه، اكياس حفظ الطعام بيبقى ليها سوسته كده من فوق، السوسته ديت بتساعد ان هي تكتم الريحه جواها، يعني ما بتخليلهاش ريحه خالص. هتجيبيها بتتباع مثلا في ايكيا، بتتباع عند المحلات اللي هي بتبيع اكياس السندوتشات والمناديل والحاجات دي، هتلاقيها موجوده. انا بشتريها اوقات من هنا واوقات من هنا، يعني متوفره وموجوده. تضيفي بقى الكميه اللي انت عايزاها، بس ما تكبسيش الكيس على الاخر، انا عايزاها تاخد راحتها كده شويه في الكيس، بحيث ان انت لو مثلا مش عايزه تطلعي الكميه دي كلها تعمليها في يوم واحد، تقدري ان انت تاخدي منها على قد العصير اللي انت عايزه تعمليه. تعالوا بقى اقول لكم على عصير المحلات بيعملوه ازاي. كميه الجوافه اللي احنا اخدناها في الاول، قولوا مثلا دول 7 وحدات من الجوافه، بضيف ليهم نص كوبايه من السكر، وكمان بضيف عليهم الفانيليا السايله. انا دايما بحب استخدم الفانيليا السايله لان هي بتدي طعم اقوى. هنا ما بيضيفوش حليب، بيضيفوا اللبن البودر، يعني قولوا مثلا معلقتين كبار، عليهم معلقه كبيره من الكريم شانتيه، عليهم نص ليمونه، وتضيف الميه الساقعه في حدود 2.5 كوباية من الميه الساقعه جدا. بتبتدي تضربي كل المكونات دي مع بعض. اللي هيخلي هنا الجوافه او عصير الجوافه زي بتاع المحلات بالظبط هو اللبن البودر والكريم شانتيه. الحاجتين دول اللي لما هتشربيهم هتحسي فعلا ان انت قاعده في كافيه وبتشربي عصير جوافه مميز جدا جدا. طبعا بتصفيها وبعد كده بتبتدي ان انت تقدميها، بيبقى طعمها حلو قوي. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو شايفه ان نشوتك حبيبتك بتقدم لك محتوى هادف ويستحق التشجيع، شجعيني بلايك كتير وشير كتير، بحبكم جدا جدا. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ نشوى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.